سلام، مرحبا بكم في قناة يونس. ان شاء الله تكونوا بيا. يلحقكم فيديو هذا باحسن حال. جبت لكم اليوم زوج وصفات تاع الفور بزاف بنان وخفاف مخدومين بالخضر، يجيو روعه روعه. هادو الوصفات في زوج خدمهم صراحه زوجي هو اللي طيبهم، انا في الاخير برك صورت وحبيت نشارك معكم لي فيديو كما عجبوني. ان شاء الله برك يعجبكم نتوما تاني وتجربوهم. نبداو الوصفات على بركه الله. نديرو في مقلاة 2 ملاعق زيت، ونديرو بصله نرحيوها رقيق ونحطوها في المقلاة مع الزيت كي يسخن، ونخليوها تتقلى حتى تذوب باش نزيدو المكونات الاخرى. ودرك نقطعوا الفلفل الاخضر والاحمر ولا اي فلفل عندكم. انا درت الحلو، اللي يحب يدير شويه حار، اللي يحب الطعم الحار في المأكولات تاعو يدير شويه. درنا لهنا قطعناه ونزيدو نقليوه شويه مع البصل يتقلى لنا ويدبل شوي. نزيدو دركا 3 سنينات ثوم نرحيوهم مليح، لازم يكونوا مرحيين مليح، ونزيدو نخليوهم يتقلاو. ونزيدو نحطو خضر اخرى، نقطعو البطاطا تاعنا قطع صغيره، نقشروها نغسلوها ونديروها صبيعات، ومن بعد نقسموها قطع صغيره الحجم اللي حبيتو. تحبوا اقل من هكا تحبوا اكثر من هكا، ونحطو كلش مع بعضه يتقلى. ونزيدو حوالي نصف كأس ماء ونغلقوا عليها ونخليوها على درجة متوسطة تاع الحرارة، ونخليوها حتى يطيبوا لنا الخضر تاعنا كامل. اذا شتو الماء ماشي كافي نزيدو شويه ماء، نغلقوها ونخليوها طيب مليح. درك في مقلاة اخرى نقطعوا الجزر قطع صغيره والجريوات قطع صغيره ونحطوهم في الزيت يتقلاو لنا مليح. بعد ما نقليوهم مليح في نفس المقلاة بعدا نزيدو نحطو قطع الدجاج يتقلاو. المهم قلاوهم مليح ونحيوهم، ومن بعد نفس المقلاة بعدا نحطو قطع تاع الدجاج الكميه اللي حبيتوها. حنا درنا لهنا نصف دجاج برك الزدر هذاك قسمناه على 2، درناه مع الكغاطه الاخرى والكغاطه هذه، سما غير كميه قليله برك باش تجيكم بنينه. نحطوها نديروا لها شويه ملح، شويه حمار تحبوه حلو ولا حار، نديروا فلفل اسود، نزيدوا راس الحانوت. طبعا نكهوا الدجاج تاعكم كما حبيتوا نتوما، ونزيدوا نقليوه مليح حتى يطيب لنا. كي يتقلى لنا نحيوه ونحاولوا ما نهزوش الزيت معاه. هاي المقلاة الاولى اللي حطينا فيها الخضر، بعد ما طابوا لنا مليح وبقات شويه برك ماء، نزيدوا لها الخضر اللي قليناهم تاع الجريوات وتاع الجزر، ونزيدوا لها الدجاج تاني اللي قليناه، ونزيدوا لها نصف ملعقه طماطم مصبره، طماطم تاع العلب نزيدوا نصف ملعقه برك باش تجينا الصوص هذيك في الحموره تجينا بنينه. ونخلطوا كل المكونات مع بعضها، ونزيدوا 2 سنينات ثوم، ونزيدوا لها شويه حمار، شويه فلفل اسود نديروا رشات برك، ونزيدوا لها شويه راس الحانوت، ونديروا لها الملح طبعا، ونخلطوا كل المكونات مع بعضها. نخليوها حوالي 4 دقائق 5 دقائق ونطفيوها بعد باش نحطوها في المول تاع الفور. قلنا نخلطوا جميع المكونات مع بعضها، اصلا هو طاب كلش، سما غير باش الخضر برك تتجانس مع بعضها والدجاج وياخذوا نفس النكهه. هاي لهنا بعد ما نشفت الصوص هذيك اللي بقات لنا قبيله، درك نزيدوا لها طماطم مرحيه، ونزيدوا لها شويه زيتون قطع صغيره تاع اسود، وشويه زيتون نقطعوه تاني قطع صغيره اخضر، ونخلطوا كلش مع بعضه ونحطوه في المول تاع اللي ندخلوه في الفور. اي مول عندكم تحبوا هكا بلاط مستطيل، تحبوا سنيوه اللي عندكم، نحطوها كامل ونعدلوا السطح تاعها مليح. نجيبوا 3 بيضات نخلطوهم مليح ونفرغوهم فوق الكغاطه تاعنا. تجي واحد الكغاطه بنينه تهبل بالخضر هكا، ونديروا لها قطع تاع فرماج من فوق، تحبوا رابي تحبوا قطع كيما حبيتوا. نزيدوا نديروا الكاشير اختياري، هو يمد لنا بنه مليحه، نحاولوا نضغطوا عليه بيدخل داخل، يمد لكم تاني نكهه هايله هايله ومنظر مليح للكغاطه تاعكم. نزيدوا من فوق شويه زيتون اسود وزيتون اخضر، ونزيدوا معدنوس نقطعوه رقيق مليح ونحطوها في الفور طيب. دوك نخدموا هذيك السنيوه الدائريه اللي فيها الكومونبير. عندنا لهنا قطع تاع بطاطا نغليوها في الماء
ونديروها شرائح بالطول هكا وشويه خشينه، نحطوها كي تستوي 80%، نحيوها ونكهوها بالتوابل بالملح، 2 سنينات ثوم حمار، التوابل اللي حبيتوها نكهوها بالتوابل مليح ونخلطوها. نحاولوا ندخلوا التوابل في البطاطا تاعنا، نحركو غير بشويه باك ما تكسرناش. كيما حبيتو ديروا البطاطا تاعكم قسموها. قلنا نطيبوها غير 80%، ودرك نديرو شويه زيت في المقلاة اللي قلينا فيها الدجاج بعدا، ونقليو البطاطا تاعنا حتى دير لنا القشره هذيك اللي من فوقها بالاحمرار، ونحيوها. عندنا كومونبير نقطعوه من الجنب الجنب بدون ما نقطعوا الحبه كامله، تسمى مع نوصل في الاخر بعد نحبس الموس تاعي باش يتقطع لنا من داخل، بصح ما نقطعوش الحبه كامله. درك نحطوا البطاطا تاعنا اللي قليناها بعد ما تقلات نحطوها في الجنب، الكومونبير تاعنا نحطوه في الوسط، وفي الوسط نحطوا الدجاج، نحطوا طماطم اي حبيتو نوع تحطوه. طبعا الكومونبير نحيتو عاود حطيتو في ورق الزبده باش كي يسخن بزاف الكومونبير ويذوب ما يسيحناش منه، من يقعد الحبه دائره، الحبه تاعو تقعد دائره. انا حطيته في ورق الزبده وحطيته في الوسط، ما تحطوهش برك في الالومنيوم غير صحي، من الاحسن تحطوه كيما انايا في ورق الزبده. حطينا درك طماطم قطع صغيره، ونحطوا الدجاج اللي قليناه، ونحطوا زيتون اخضر زيتون اسود اللي حبيتو، انا حطيت لهنا زيتون اخضر. نحطوا الدجاج بدون زيت، من الاحسن تحاولوا تهزوا الدجاج وحده برك باش ما تجيناش البطاطا تاعنا والدجاج ما تجيناش فيها ليدان بزاف. درك من فوق الكومونبير نحطوا زيت زيتون، نحطوا 2 ملاعق ولا 3، ونزيدوا نرشوا من فوق الزعتر ماشي يكون مرحي بزاف، يكون شويه خشين، يمد لنا واحد النكهه هايله الكومونبير تاعنا. نحطوا دركا لي بلا تاعنا في الفور على درجه 180 حتى ل 200 حتى يطيبوا لنا مليح، باسكو كلش طايب، يزيد برك يطيب البيض ويذوب لنا الكومونبير، ونخرجوهم من الفوق. نرشوا معدنوس من فوق باش يزيد لنا النكهه تجينا بنينه. هاي الكغاطه تاعنا بعد ما طيبتها تجي الله يبارك روعه حتى تاخد في الاحمرار تاعها وطيب لنا البيض، والاخرين كلش طايب. نزيدو باك نطيبوا حاجه قليله برك، والكومونبير تاني تاعنا لازم يذوب باش يمد لكم نكهه هايله، خاصه اللي ما يحبوش الكومونبير. هذه الوصفه تجي روعه تقولي يا فرماج، يجي دايب هايل. في هذه الكغاطه نربيو شويه فرماج، اللي تحبوا تربيه من قبل باه يذوب لها، ولا حطوه هكا في الاخير ويذوب لكم في مع السخانه تاع اللي خرجناها من الفرن. ها هو هادو هما الوصفات تاعنا في زوج، ان شاء الله يعجبوكم برك وتجربوهم. قلت لكم بزاف بنان، خاصه اللي ما يحبوش الكومونبير. انا صراحه ما نحبوش هكاك، مي بصح كي نطيبوه هكذا في الفور بزاف نحبو. قلت لكم واحد زوج وصفات هايلين، خاصه مثلا لضيافكم مثلا مناسبه مثلا رمضان بزاف يجيو بنان. هاي الكغاطه تاعنا قلت لكم بالخضر، النكهه تاعها هايله. الدجاج انا قسمت زدر دجاج برك، درناه في زوز، ما قسمناش شويه، نص من ونص من، ما تكثروا، اللي عندها دير زدر كامل. شوفوا الله يبارك كومونبير كيفاه جانا دايب، قلت لكم يجي واحد النكهه روعه. ان شاء الله يعجبوكم الوصفات في زوج وتجربوهم. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.